بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم بسمة أمل. اليوم راح نشارك معاكم وصفة بزاف هايلة اللي هي فطائر أو مملحات للصيف بمقادير بسيطة وسهلة التحضير. الشكل راقي والمذاق ديالهم ولا أروح. شوفوا مع بعض طريقة التحضير وفي نفس الوقت نعطيكم المقادير. بالنسبة للعجينة، أولا خديت كسرونة حطيت فيها 2 ملاعق كبار مارغرين، ضفت عليها نص كوب من الحليب، حجم الكوب 220 مليلتر. هنا ضفت عليهم نص كوب تاع الماء، وإذا حبيتي تعملي كمية كبيرة ضعف المقادير. نخليهم على نار هادية حتى تذوب هذيك الزبدة. هنا جبت إناء حطيت عليه الخليط، لازم يكون تياد أو دافي شوية، ما لازمش يكون سخون. بعد نحط عليه ملعقة كبيرة خميرة فورية زائد ملعقة كبيرة سكر. نخلطهم بالفوي حتى يتجانسوا مع بعض. نغطي الخليط بكيس بلاستيكي نخليهم يتفاعلوا مع بعض لمدة 5 دقائق. بعد ما تفاعل الخليط كما راكم تشوفوا نضيف عليه حبة بيض. نكمل نخلط كل شيء مع بعض بالفوي. هنا نضيف الفرينة ونزيد عليها ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع ملح. هنا نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. هنا بعد ما تحصلنا على عجينة طرية نحطها على طاولة العمل، ندلقها لمدة 3 دقائق. نحطها في إناء ونغطيها بكيس بلاستيكي، نخليها تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. بيد ما خليت العجينة تختمر، هنا راح نحضر الحشوة. جبت مقلاة حطيت عليها 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون أو ممكن تحطي زيت المائدة، وضفت عليهم بصلة ونص قطعتهم إلى قطع صغيرة. نخلي البصل يتقلى مع الزيت على نار هادية. ضفت عليهم فلفل أخضر حار شوية، ممكن تحطي فلفل طرشي اللي ما يحبوش الحار أو فلفل ألوان. نضيف عليهم 2 فصوص توم أو 3 على حسب الرغبة. وأنا كنت عملت معاكم هذه الحشوة في الفيديوهات السابقة اللي عملت معاكم مملحات، أحط لكم رابط الفيديو تاع الحشوة بشكل مختلف في صندوق الوصف. هنا نضيف عليهم 2 حبات طماطم مسكرفجين أو مرحيين كما راكم تشوفوا. نخليهم يتقلاو مليح. أنا هنا كما لاحظتوا ما ضفتش الماء، يعني الطماطم وحدها تطلق الماء.
نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع طماطم علب، نضيف رشة فلفل أسود، رشة بابريكا أو فلفل أحمر، ملعقة صغيرة ملح. هنا الملح على حسب الذوق. نخلط كل المكونات مع بعض ونخليهم يتقلوا على نار هادية. نضيف عليهم الحبق الأخضر، يعني هذا الحبق يزيد لهم في البنة. هنا بعد ما طابت لاصوص ديالي نطفي عليها ونضيف لها 2 علب تاع طونة الزيت، وانا كنت صفيت هذيك الزيت مليح، ونخلط كل شيء مع بعض. بعد نضيف عليهم البقدونس او المعدنوس ونخلي لاصوص ديالي تبرد. بعد ما اختمرت العجينة وضاعف الحجم ديالها، نشكل العجينة ديالي على شكل حربوش او بودة ونقصهم الى 10 قطع بنفس الحجم. ونعملهم على شكل كريات كما راكم تشوفوا. نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا. من بعد ناخد كرية ونبدأ نشتغل فيها، نفتحها او نبسطها على شكل دائري، بحيث انه السمك ديالها ملازمش يكون رقيق بزاف، يكون حوالي 4 مليمتر. هنا ضروري اننا نستعمل الفرينة او الطحين باش تسهل علينا الخدمة. هنا بعد ما فتحت العجينة على شكل دائري بهذا الحجم، نحاول نقص نص تاع العجينة، يعني ما نوصلهمش للحواف، نقصهم على شكل شرائط حوالي 1 سنتيمتر. نجيب الطرف الثاني من العجينة ونقلبه بهذا الشكل. نحط لاصوص ديالي من فوق، ما لازمش نوصلهم للحواف، نخلي حوالي 2 سنتيمتر. نوزع لاصوص ديالي بهذا الشكل. نضيف شرائح تاع الزيتون الاخضر، يعني هذا اختياري. من بعد نحط الجبنة شيدار من فوق او اي جبنة متوفرة عندك. نوزع البيض على الاطراف، ونجيب الطرف الثاني ونحطه من فوق، ونحاول نضغط مليح على الاطراف بالاصابع باش كي ندخلوهم الفرن ما يتفتحوليش. نحاول نساوي الاطراف بالجرارة باش يعطيهم شكل شباب. نكمل كامل العجينة اللي بقات لي، نعاود نرجع لكم فيما بعد.
البيض. نحاول نوزع البيض على سطح العجينة بهذا الشكل. هنا عندي كمية تاع الحبة السوداء أو السانوج نزين بهم الأطراف، يعني هذا تزيين اختياري. وأنا كنت شعلت الفرن على درجة الحرارة 180، نخليهم يطيبوا من تحت ومن فوق حتى ياخدوا اللون الذهبي، ونعود نرجع لكم في شكل نهائي تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم اللي هي الفطائر أو المملحات. شوفوا ما شاء الله بعد ما طابوا خداو اللون الذهبي. راح نقسم لكم وحدة تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. شوفوا ما شاء الله، شوفوا العجينة جد فارغة من الداخل ماشي معجنة، جو خفاف. والحشوة ما شاء الله شوفوا كيفاش تبان. يعني هذه الوصفة تستحق انكم تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. وصفة سهلة التحضير اقتصادية ما تاخدش منك وقت بزاف، والمذاق ولا اروع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد في قناتكم بسمة امل. نتلاقاو في الوصفات الجايه. مع السلامه، في امان الله.